سلام حبوباتي، ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. نقولكم عواشركم مبروكة وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عاشوراء راهي على الأبواب وديما تحتاجي إنها تكون طاولة تاعك فريدة من نوعها. فرحي نفسك، فرحي زوجك ووليداتك، وما لا تكوني انتيا أمرا ونص ما بيناتهم. جبت لك السفة بديكورات بزاف هايله كيما راكي تشوفي فيهم اختيتو، وسهله وبكامل الشيء الموجود عندك في المطبخ. طريقه التحضير تاعها مع التزيين وطريقه التقديم. السفه ما كاينش اللي فينا ما يحبهاش، وخاصه في البيوت الجزائريه، سواء قدمتيها بالعسيله ولا قدمتيها باللبن ولا حبيتي تاكليها بالرايب ولا حتى وحدها. السفه لا يعلو عليها لجميع مناسباتكم، أفراحكم، في الأعياد، المناسبات، وحتى في الأعراس. تقدر اختيتو تكوني انتيا لالا أمولاتي تنوضي تحضري سفة الله عليها وتزينيها كيما حطيت لكم في هذا الفيديو. يعني مقتطفات بزاف هايلين مع الديكورات وطريقة التقديم لبلا نتاع السفة بزاف هايل اختيتو. يلا عمسنا لازم نكونوا حنا هما لالا مولاتي. طريقة بزاف هايلة وسهلة، والأهم شي حاولت اني نبازيلكم على حوايج كل شي موجود عندكم في البيت. سي با لابير تقولي له جيب ودير ونعمل باش تحضري طبق كيما هذا الله عليه. وبزاف الاخوات سقسوني على البلاوات اللي نقدموا فيه السفة ولا الكسكس ولا الطعام اللي يكون بالخضرة. يعني نقول لكم ما كان حتى مشكل، راه متوفر في الجزائر. هي صراحة هذه طريقة الأطباق هذه هما أطباق مغربية 100%، لكن الحمد لله التكنولوجيا والعصرانة راه كل شيء متوفر ولا عندنا هنا الحمد لله في بلادنا، وصنع جزائري 100%. لا عجبكم نوع من هذه الفيديوهات وتكوني انتيا لهم، قولي لي حبيبتي، راح نحط لك بزاف حوايج تكوني مبدعه ويقولوا لك ذي الافكار من اين لك هذا يا هذا. لا عجبكم نوع من هذه الفيديوهات ما تنسونيش بالجام والبارطاج مع الاحباب والاصحاب باش هكا قناتنا تكبر بزاف وتعم الفائده، وكما يقول لك الدال على الخير كفاعله. سلام حبوباتي.